بات نادي برشلونة مهددا بعقوبة مشددة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بسبب تكرار انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف. وفقا لصحيفة ذا تايمز البريطانية، كان اليويفا قد عاقب النادي سابقا بغرامة قدرها 500 ألف يورو لعدم تقديمه معلومات مالية دقيقة، لكن التحقيقات الجديدة كشفت عن خروقات متكررة مما قد يؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة، مثل خصم نقاط أو تقييد عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في دوري أبطال أوروبا. يرجع الخلاف إلى أن برشلونة باع 10% من حقوق البث التلفزيوني لعام 2022 لمدة 25 سنة، واعتبرها إيرادات تشغيلية، بينما يعتبرها اليويفا بيع أصول غير ملموسة لا تحسب ضمن إيرادات اللعب المالي النظيف. لاحقا باع النادي 15% إضافية مقابل 400 مليون يورو، مما زاد من تعقيد القضية، وقد خسر برشلونة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي واضطر لدفع الغرامة. أما تشيلسي وأستون فيلا فقد ارتكبا مخالفات مشابهة ولكنها ليست متكررة، لذا من المرجح أن تقتصر عقوباتهما على غرامات مالية فقط. وفي خبر آخر، أكد تقرير صحفي إسباني أن إدارة ريال مدريد تخطط لضم أحد مهاجمي الليغا خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع مهاجم أوساسونا ومنتخب كرواتيا أنتي بوديمير خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وشددت الصحيفة على أن بوديمير 33 عاما يحظى بإعجاب شديد من قبل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، والذي يسعى لضم مهاجم صريح كلاسيكي. ولفتت الصحيفة إلى أن نادي بشكتاش التركي يسعى كذلك لضم بوديمير، الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 8 ملايين يورو. وشارك بوديمير في 42 مباراة مع أوساسونا خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، وسجل 24 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة. وكان ريال مدريد قد فعل الأمر ذاته مع خوسيلو ماتو قبل موسمين وهو في نفس السن تقريبا، حيث تعاقد معه من إسبانيول وساهم مع الفريق في الفوز بلقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا بفضل أهدافه المؤثرة. وفي خبر آخر، أعرب جافي نجم برشلونة عن رغبته في البقاء في النادي الكتالوني طوال مسيرته الاحترافية، وقال في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: بالنسبة لي إنريكي الأفضل، إنه رقم 1 مشيدا بمدرب باريس سان جيرمان الحالي. وأضاف: إنريكي منحني فرصة المشاركة الأولى مع المنتخب أمام بطل أوروبا، لعبت ضد إيطاليا في سان سيرو، لن أنسى ذلك اليوم أبدا. وأكد جافي أن إنريكي كان شجاعا عندما منحه الفرصة الأولى رغم الانتقادات، قائلا: كان شجاعا حين دفع بي، لأن الجميع انهال عليه بالانتقادات. وبخصوص الشائعات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان، علق: أنا واثق تماما من استمراري مع البارسا، الناس تصدق كل ما يكتب في أي وسيلة إعلامية، ولم ينفي اهتمام باريس به. نعم قد يكون ذلك صحيحا، لكنه أضاف مؤكدا: لكن هذا لن يحدث، أنا مرتاح جدا، حلمي وطموحي أن أقضي كامل مسيرتي مع برشلونة. واختتم حديثه قائلا: هو نادي حياتي وأريد أن أنجح فيه، لا أريد أي ناد آخر، وسأبذل كل ما أستطيع لتحقيق ذلك.